اهلا بيكم في قناة فرونت اندز. دلوقتي هنكمل شرح خواص البوردرز وهنشرح اخر خاصية وهي خاصية البوردر ستايل. يعتبر خاصية البوردر ستايل هي اهم او هي الخاصية اللي لازم يكون ليها قيمة مختلفة عن قيمتها الافتراضية، لان قيمتها الافتراضية هي none، وبالتالي مهما كان لون او حجم البوردر اللي بنطبقه على عنصر ال HTML مش هنقدر نشوفه او نطبقه من غير ما نغير قيمة البوردر ستايل. هل ده معناه ان الخواص التانيين مش مهمين؟ لا طبعا، مش ده المقصود. المقصود هنا ان الخاصية الوحيدة في البوردر اللي قيمتها سلبية هي البوردر ستايل، بمعنى اني زي ما احنا شرحنا في فيديو البوردر كولر والبوردر ويتس هما ليهم قيم ايجابية. بمعنى البوردر كولر احنا قلنا في الفيديو ان قيمتها الافتراضية هي current color، بمعنى ان هي بتاخد نفس لون العنصر. يعني لو عنصرنا لونه اسود البوردر بيبقى لونه اسود، لو عنصرنا لونه ازرق بيبقى لونه ازرق. نفس الكلام اتكلمنا على البوردر ويتس وعرفنا ان قيمته الافتراضية هي ميديوم، بمعنى ان عموما البوردر ليه حجم او ليه عرض، بالتالي البوردر بيبان. لكن خاصية البوردر ستايل هي قيمتها الافتراضية نون، بمعنى ان الخاصية مش هتطبق على عنصر ال HTML او مش هيبقى ليها اي افكت عليه، بالتالي مش هنقدر نشوف العنصر. مثال بسيط، لو انا رحت مثلا في الملف الستايل واديت لل H1 بوردر ويتس 20 بكسل، هنبص مش هنلاقي حاجة ظهرت الا لما نطبق خاصية البوردر ستايل ونديله اي قيمة مختلفة عن نون، بالتالي هنقدر نشوف ان البوردر موجود. بالتالي خاصية البوردر عشان تشتغل لازم اطبق قيمة للبوردر ستايل، والبوردر ستايل عنده اكتر من قيمة نقدر نديها له. فهنتكلم على اكتر 4 قيم مستخدمين، وهما السوليد، وده اللي بيكون عبارة عن خط مستقيم. في كمان اللي هي الدوتد اللي هي بتبقى عبارة عن دواير صغيرة، او في اللي هي داشد وده اللي بيكون عبارة عن خطوط او خط متقطع. واخر حاجة اللي هي الدبل. طبعا في اكتر من قيمة احنا ده ما شرحناهاش، احنا بس شرحنا هنا اكتر 4 قيم بتستخدم. الدبل بيبقى عبارة عن خطين جنب بعض. خاصية البوردر ستايل هي كمان زيها زي البوردر كولر والبوردر ويتس، يعني هي كمان عبارة عن شورت هاند. يعني احنا لما بنكتب بوردر ستايل كأننا بالظبط بنقول بوردر توب ستايل دبل، بوردر رايت ستايل دبل، بوردر بوتوم ستايل دبل، واخر واحدة اللي هي بوردر ليفت ستايل دبل. بمعنى ان احنا لما بنكتب بوردر ستايل دبل بنكتب ال4 خواص دول. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا ال4 خواص دول نقدر كمان نلخصهم في البوردر ستايل، بمعنى ان احنا لو عايزين ال4 قيم يكونوا دبل بنقدر نكتب قيمة واحدة بس، وبالتالي بتطبق على ال4 اتجاهات. لكن في حالة ان احنا محتاجين نطبق على اللي فوق واللي تحت قيمة، مثال هنا دبل واليمين والشمال قيمة سوليد، بنقدر نكتب القيمتين. في حالة ان احنا كتبنا 3 قيم، بمثال هنا نكتب داشد، بنلاقي ان دبل اتطبقت على التوب، سوليد اتطبقت على الرايت، داشد اتطبقت على البوتوم، والليفت اتطبقت عليها سوليد عشان مفيش قيمة رابعة. لكن في حالة ان في قيمة رابعة بنلاقي ان اول قيمة اتطبقت على التوب، وتاني قيمة اتطبقت على الرايت، وتالت قيمة اتطبقت على البوتوم، ودوتد اتطبقت على الليفت. وبكده يبقى احنا خلصنا شرح خاصية البوردر ستايل، واستنونا في الفيديو الجاي وهنشرح ازاي نقدر نكتب خواص البوردر ستايل والبوردر كولر والبوردر ويتس مع بعض في خاصية البوردر شورت هاند. شكرا.